اليوم غادي نبدلو شوية من البوراك نروحو للبريك العنابي. أمنوني خواتاتي، من نهار اللي بديت ندير البريك مازال ما كليت كيما هذا. يجي ولا أروع، مقرمش ومحرحر ويكثر بالبنة. وبيان سور كي نقولوا البريك لازم تكون حاضرة الشوربة. فما تنساوش تحتفظوا بالوصفة باسكو تحتاجوها في رمضان. وبدون إطالة نمر الوصفة تاعنا على بركة الله. هنا عندي 3 حبات تاع بطاطا، وكل واحدة دير على حسب أفراد العائلة تاعها. نقيتها شللتها غاية وغادي نقطعها كيما هكا مكعبات صغيرة. نزيد عليها الماء وشوية تاع الملح ونديها نغليها حتى طيب لي غاية، يعني طيب 100%. هنا من جهة أخرى جبت مقلاة درت فيها شوية تاع الزيت، شوية تاع البصل، غادي نقلي هذيك البصل بيان حتى تدبل وتتكرمل. من بعد نضيف كمية تاع فيونداشي اللي تقدروا تعوضوها بالبولياشي، وكل واحدة دير على حسب أفراد العائلة تاعها. نقلي شويه هذيك الفيونداشي، من بعد نضيف لها شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل، سنينه حتى 2 سنين تاع الثوم. ونحرك كل شيء مع بعض ونقليها بيان حتى كي طيب نطفي عليها. البطاطا تاعنا بعد ما طابت غادي نضيف لها الفرماج، شويه تاع مارغرين وشويه تاع فلفل كحل غير باش ما تجيناش الصامطه، هذا ما كان. وغادي نرفسها بهذا الاداه، ولازم ترفسوها وهي سخونه، ما تخلوهاش حتى تبرد. بالنسبة للمكونات اللي نحتاجوهم كحشو للبريك تاعنا، عندنا البطاطا، عندنا فيونداشي، المعدنوس، الفرماج، زيتون الخضر، البصل، البيض، وعندنا تاني الهريسة بيان سور، والديول ما نساوش الديول. هنا جبت 2 وريقات تاع الديول. انا علاش درت 2؟ باسكو الديول هذا اللي عندي رقيق بزاف. نتوما تقدروا ديروا ورقه ونص، يعني هذاك النص ديروه لداخل. من بعد كيما شفتوا درت البطاطا، ديروها على شكل مربع ولا مستطيل، يعني كيفاش راكم نتوما حابين البريك تاعكم يكون. درت البطاطا، الهريسه، الفيونداشي، البصل، الزيتون، المعدنوس والفرماج. ودرت كي شغل حفره في الوسط، درت فيها هذيك الحبيبه تاع البيض ورشيت لها شويه هكذايا تاع الملح. ومن بعد فرميت الحبيبه تاع البريك تاعي بهذه الطريقه. وهنا خواتاتي كاين واحد الملاحظه، ماذا بكم الحبه اللي تشكلوها تروحوا تقلوها مباشره، ما تخلوش حتى تكملوهم كامل باسكو تلقاو هذاك البيض كامل سحلكم منه. هنا كيما شفتوا بديت نقلي فيهم على زيت يكون سخون، والنار تكون يعني تحت المتوسطه، نقصوا لها شويه باش هذاك الديول يطيب لكم حتى من الداخل. المهم هذيك الحبه تاع البيض تاني طيب لكم من الداخل. بالنسبه للاخوات اللي ما يبغوش البيض خضر كي حالتي، هو يعني الوصفة الأصلية تاع البريك البيض يبقى كيما هكا سايح، يعني يبقى خضر من الداخل، بصح أنا ما قدش ناكله كيما هكا. ها هو البريك تاعنا جاي شهي مفرمج محرحر ومقرمش وبزاف بنين. ما تنسوش تجربوا الوصفة خواتاتي، مع السلامة.